أنا بشتغل في هاي المصلحة من 25 سنة، تعلمتها من آبائي وأجدادي. بنقوم نحن بتفجير الصخر من الأرض خلال الكمبريسة والبارود، بنكسرها لقطع صغيرة في المهدي، ومنجهزها على الحيط، منعمر بيوت، منعمر حيطان، منعمر سند أراضي جلول. ومهنة صعبة كتير، وبس كانت بالأول من شي 10 سنين 15 سنة كانت تتوفي مع الواحد ويشتغل فيها ويرد على بيته ويعمر بيت من وراها. بس اليوم ما بتكفي لأنه اليوميات ضعيفة جدا. يومية العامل $4، يومية المعلم ما تتجاوز $8 ل $9. ما مكفاي مصروفه اليومي، مصروفه اليومي، وإذا واحد عنده عائلة كبيرة ما بتوفي معه خالص بينكسر. مصلحة عمار الحجر تعلمناها من آبائنا وأجدادنا، كل أهل ضيعتنا بتشتغل في هالمصلحة هاي. صار اللي بيشتغل بهالمصلحة هاي 25 سنة. أنا بقوم بتقطيع الحجر، بقوم بتقطيع الحجر وتظبيطه وبعمر الحيطان. هون هذا الحيط عم نشتغل فيه عمار سند لأرض مشان نحط وراه تراب سماكته 50 سنتي. نزرع فيه شجرات حوالي البيت. يعني مهنة صعبة جدا جدا، متعبة، فيها وجع ظهر، ديسك، كلها أمراض. بس ما في شغل غير هالشغل هذا.